ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلة سهلة ولذيذة جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص واقتصادية جدا جدا، وناس كتيرة قوي بتحب تاكلها في الشتاء. الكشك الصعيدي هنعمله بقى على اصوله بطريقة حلوة، وزي ما بقولك مش هتاخد معاكي وقت خالص. الكشك اللي هنستخدمه اللي هو وحدات الكشك كده اللي بيتباع في الاسواق الشعبية او بيتباع عند العطار. ده شكله. هتاخدي منه حوالي 10 وتحط لهم كوبايتين مية سخنة قوي وتركنيهم مش أقل من ساعة لحد ما يبوش خالص. بعد كده 3 طماطمات هنقطعهم وهنضربهم في الخلاط كويس قوي قوي. وما تحطيش الطماطم للكشك من غير تصفية، لازم نصفيها كويس قوي علشان القشور بتاعته. صفيت بقى الطماطم اهي وركنتها دلوقتي في حلة على النار، حطيت معلقتين زيت ومعلقة زبدة. ودايما المادة الدهنية دي براحتك، يعني تحطي سمنة زيت زبدة اللي يريحك، اللي موجود عندك استعمليه. حطيت بقى بصلة وسط مفرومة ناعم كده، وبدأت أقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح معاكي. البصل ما يغمقش بتاع الكشك علشان ما يمررش مننا. النار تبقى هادية لحد ما يوصل للون ده. والكشك على فكرة مش بيتحط له توم خالص، محدش يقولك حطي له توم، بصل بس. ضفت بقى لما البصل أخد لون ذهبي فاتح، حطيت عصير الطماطم بالشكل ده ومعلقتين كبار صلصة طماطم زي ما انت شايفة كده. ودايما بقولك ان صلصة الطماطم اعمليها في البيت، بتطلع احلى بكتير وبتبقى اقتصادية طبعا. تبلت بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وقلبت بقى التتبيلة كده مع التسبيكة بتاعتنا وغطيتها وسبتها بقى 5 6 دقايق لحد ما تتسبك. الكشك بتاعنا بقى كان باش اهو. ضفت له علبة زبادي واحدة. لو ما عندكيش زبادي حطي شوية لبن حليب، نص كوباية لبن او نص كوباية لبن رايب. وحطيته بقى في الخلاط بميته كده وضربته كويس قوي. ده شكله بعد ما اتضرب. بعد كده الكشك احنا دايما ننشيله بمية بدقيق، 3 معالق دقيق مش كبار قوي، وعليهم كوباية مية، وقلبيهم بقى كويس قوي لحد القوام بتاعه ما يبقى بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. شكله اهو كده. واركني بقى ده اللي هنمشي بيه للكشك. الكشك بقى الصلصة بتاعته اهي تسبيكة يعني اتسبكت بالشكل ده. شيلي منها بقى شوية على جنب كده لتزيين الوش بتاع طباق الكشك لما نغرفها، يعني شوية مش كتير، يعني زي ما انت شايفة الكمية كده. الباقي بقى من التسبيكة هنحط عليه الشوربة بتاعتنا، المرقة. آه، لتر ونص مرقة. لو ما عندكيش مرقة فراخ أو لحمة حطي مرقة دجاج. وبعدين ضفت بقى الكشك اهو اللي ضربناه في الخلاط مع الزبادي. ده شكله. وهتغطي بقى عليه وسيبيه على النار لحد ما يغلي غلوتين 3 كده. سبته بقى وهو يعني النار عليه وسط لحد ما غلى اهو. هنبدأ ننشيله. وانتي بتنشي ايد تنزلي بيها الدقيق بالمية بتاعته، وايد تقلبي بسرعة علشان ما يعملش منك ايه تكتلات كده. بالمضرب اليدوي وبسرعة كده تقلبي تنزلي زي ما انت شايفة كده الدقيق بناحية وتقلبي بالإيد التانية. وبعدين بقى تسيبيه لحد ما يغلي غلوتين 3 لحد الدقيق ما يستوي فيه كويس. ده شكله اهو بيغلي اهو كده. لحد ما تحسي ان خلاص ان الدقيق بقى استوى هننزله. ادي شكله. مش عايزينه يتخن قوي، قوامه يبقى بالظبط الشكل ده كده. اغرفي بقى وزيني بالتسبيكة اللي ركناها كده على جنب دي. شكل الطبق يبقى حلو كده. في ناس بتحب تزينه بالبصل المحمر، او زيني بالطريقة دي اللي يريحك اعمليه. زينت بقى الطباق الصغيرة. الكشك ده بقى لذيذ قوي لما تحطي له كده حبة شطة وعيش بقى ناشف او عيش طري، تقطعيه مكعبات كده وتعملي احلى فتة بالكشك وبألف هنا. ولو عجبك الكشك بتاعي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.